السؤال اللي دايما بيتكرر: إن welches كافيه gehen wir؟ يعني هنروح أنهي كافيه؟ سؤال شكله بسيط قوي صح؟ بس الحقيقة عشان نجاوب عليه ونختار مكان كلنا نتفق عليه محتاجين يبقى معانا الكلمات الصح اللي نوصف بيها الأماكن دي. وطبعا أول حاجة بتيجي في بالنا كلنا هي إيه؟ الفلوس. الميزانية بتاعتنا. يعني المكان ده غالي ولا سعره حنين؟ ده أول فلتر بنعدي عليه الاختيارات. طيب عشان نتكلم عن السعر عندنا كلمتين عكس بعض بالظبط. طاير ودي معناها غالي، وعكسها جونستج اللي هي مش بس رخيص، لا ممكن تيجي بمعنى سعره مناسب أو معقول. دول كده أول سلاحين معانا عشان نوصف أي مكان من ناحية الفلوس. تمام. نمسك أول كلمة توير. لو سمعنا حد بيقول Das Café ist teuer، خلاص كده الرسالة وصلت، معناها الكافيه ده غالي. جملة بسيطة ومباشرة بتخلينا نعرف على طول إذا كان المكان ده يناسبنا ولا نشوف غيره. أما بقى الكلمة التانية günstig، دي الكلمة اللي بتريح القلب. لما حد يقول das ist sehr günstig بنفهم على طول إن المكان ده سعره كويس قوي، يعني يلا بينا. خلاص ظبطنا موضوع الميزانية. نيجي بقى للنقطة التانية والمهمة برضو، حجم المكان نفسه. يا ترى إحنا محتاجين مكان واسع عشان إحنا شلة كبيرة، ولا بندور على حتة صغيرة وهادية نعرف نتكلم فيها أو نركز؟ وهنا برضو عندنا كلمتين عكس بعض: جوس يعني كبير، وكلاين أكيد عرفتوها يعني صغير. الكلمتين دول بيوصفوا جو المكان وشكله. لما نقول على مكان إنه جروس زي في المثال ده Das Café an der Uni ist groß، يعني الكافيه اللي في الجامعة كبير، على طول بيجي في بالنا مكان واسع، يمكن دوشة شوية، بس مثالي لو إحنا عددنا كبير وعايزين نلاقي ترابيزة بسهولة. وعلى الناحية التانية كلاين بتوصف الأماكن الصغيرة الكوزي دي، زي ما بنقول Das Blumencafé ist klein. دي بتدي إحساس إن المكان ده أهدى، يمكن يكون مناسب أكتر لو حد عايز يقرأ كتاب أو يشتغل على اللابتوب. حلو قوي، لحد دلوقتي بقى معانا السعر والحجم، بس إيه رأيكم بقى نخش في تفاصيل أكتر، نضيف حتة كده ليها علاقة بذوقنا الشخصي، يعني نتكلم عن ستايل المكان. الكلمة الخامسة والأخيرة معانا النهاردة هي altmodisch. الكلمة دي معناها إن المكان طرازه قديم أو على الموضة القديمة، وخلوا بالكم دي مش شتيمة خالص، بالعكس في ناس بتعشق الأماكن اللي ليها طابع كلاسيكي أو فينتج، فالكلمة دي بتدي للوصف بتاعنا روح وشخصية. طيب دلوقتي جه وقت نلم كل الكروت اللي معانا دي، هنجمع كل الصفات اللي اتعلمناها عشان ناخد قرار. تعالوا نشوف ازاي ممكن نركبهم مع بعض في جملة واحدة توصف المكان بالكامل. بصوا بقى الجمال ده، ممكن نقول جملة زي دي: Das Café am Altmarkt ist teuer und altmodisch. معناها ايه؟ ان الكافيه اللي في السوق القديم ده غالي وكمان طرازه قديم. شفتوا ازاي؟ في جملة واحدة بس عرفنا معلومتين مهمين جدا: السعر والستايل، وبناء عليها نقدر ناخد قرار نروح ولا لأ. هي دي بقى قوة الكلمات. يبقى كده نلخص بسرعة اللي اتعلمناه. الخمس كلمات السحرية بتاعتنا هي تويا وجونستخ عشان السعر، وجروس وكلاين عشان الحجم، والتمودش عشان الستايل. بالخمسة دول بس نقدر نرسم صورة كاملة لأي كافيه. وهنا بقى يجي السؤال المهم لينا كلنا: إيه هي أهم حاجة في الكافيه بالنسبة لنا؟ هل الأهم إنه يكون جونستج؟ ولا يمكن بنحب الأماكن الجروس عشان اللمة؟ أو يمكن بنميل أكتر للأماكن الألت مودش اللي ليها تاريخ؟ فكروا فيها، والمرة الجاية اللي تيجوا تختاروا كافيه جربوا تستخدموا الكلمات دي. شكرا ليكم.